ألم ركبتك اللي بيزيد جدا عليك بالليل وبيخليك مش قادر تنام. تيجي بالليل كده ما تقدرش تنام من ألم ركبتك، ولو نمت يخليك تصحى في عز نومك من كتر الألم اللي بتحس بيه في ركبتك ومخليك مش قادر تتهنى على النوم. المشكلة ديت اللي بيعاني منها كتير جدا من الناس. يا دكتور أنا عندي بالفعل مشكلة في ركبتي، عندي خشونة في ركبتي، عندي خشونة في صابونة الركبة، عندي مشكلة في الغضروف، فعلا مسبب لي ألم في ركبتي طول اليوم، ولكن ألم قادر أتعايش معاه، ألم بسيط جدا وبيقل تدريجيا مع العلاج. ولكن يا دكتور باجي بالليل الاقي ان ألم ركبتي دوت زاد جدا جدا لدرجه تخليني مش قادر انام، وتخليني لو نمت اصحى من النوم من كتر ألم ركبتي. ايه بقى السبب ورا المشكله دي؟ ليه ألم ركبتي بيزيد جدا بالليل؟ واللي اهم من كده ازاي اتخلص منه دوت ان شاء الله اللي هنعرفه في فيديو النهارده. وببساطه جدا احنا عندنا بالنهار نتيجه حركتنا بنمشي، بنطلع سلالم، بنتحرك، بيحصل تني وفرد في ركبتك. تاني وفرد ركبتك دوت بيعمل تدفق في السوائل حوالين الركبه، فبالتالي بيؤدي لعدم تراكم في السوائل حوالين الركبه. فبالتالي السوائل ديت اللي كانت لو تراكمت كان هيبقى فيها مواد ملتهبه او مواد بتساعد على الالتهابات نتيجه المشكله اللي عندك، خشونه بقى في الصابونه زي ما قلنا، خشونه في الركبه نفسها، او مشكله في غضروف الركبه. الالتهابات ديت اللي بتعمل الم، وكمان تجمع السوائل اللي بيضغط على اعصاب الركبه فبرضه بيسبب الم. ده كده اللي بيحصل بالنهار، فبيخلي ان الالم قليل نتيجه عدم تجمع السوائل زي ما قلنا، نتيجه فرد وتاني ركبتك اللي بيعمل تدفق في السوائل. ولكن بقى نيجي بالليل انت مريح ركبتك، مفيش حركه في ركبتك، فبالتالي السوائل ما بتتدفقش وما بتتحركش من ركبتك، فيحصل بقى تجمع السوائل في ركبتك، فتلاقي بقى المواد اللي فيها التهابات متراكمه حوالين ركبتك، فبالتالي بقى بتسبب الم عندك. ودوت اللي بيخليك تصحى من النوم تلاقي ان ركبتك ورمه، ولكن اثناء اليوم كده لو اتحركت شويه تلاقي ان الورم قل في ركبتك. ودي كده اول حاجه معانا. تاني حاجة معانا ان نفس الفكرة برضو نتيجة المشي وطلوع السلالم دوت بيعمل بامبنج من العضلات. العضلات لما بتشتغل بتضغط كده على الأوعية وعلى السوائل اللي موجودة حوالين ركبتك، فبالتالي برضو بتمنع من تراكمها حوالين ركبتك. وطبعا دوت اللي ما بيحصلش بالليل لان مفيش حركة في عضلات رجليك. فدوت كده تاني حاجة. تالت حاجة بقى ان انت تكون بتنام بطريقة غلط في وضع ركبتك. وضع ركبتك وانت نايم هيفرق معاك جدا جدا وهيساعدك، سواء بقى ان انت تنام كويس بدون ألم في ركبتك او ان الألم يزيد عليك جدا جدا. ودي كده كانت ببساطة جدا الاسباب. طيب خلينا بقى نعالج المشاكل او نقول حلول. واول حاجة معانا ان انت تبتدي تظبط من وضع ركبتك وانت نايم. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده عن ازاي تنام بطريقة صحيحة لرقبتك ولكتفك ولظهرك، ولكن هنا احنا هنركز عن وضع ركبتك. وببساطة جدا هنستعين مهم جدا بمخدات. وكل اللي انا محتاجه منك لو انت هتنام على ظهرك هتبتدي ان انت تحط مخدة او مخدتين تحت ركبتك كده، بحيث ان يكون ركبتك متنية وتكون مرفوعة بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا انا نايم غلط بالنسبة لرقبتي ولظهري، ولكن زي ما قلت لك احنا هنا بنركز على وضع ركبتك مش اي حاجة تانية. فببساطة جدا كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تجيب مخدة او مخدتين وتحطهم تحت ركبتك زي ما انت شايف كده. ده بيعمل تاني بسيط في ركبتك، وكمان بيخليها مرفوعة، فيمنع بقى عدم تراكم السوائل والمواد اللي فيها التهابات زي ما قلنا. طيب لو انت بقى هتنام على جنبك ببساطة جدا نفس الفكرة برضو، هتكون نايم على جنبك وتكون رجليك متنية حاجة بسيطة، وتحط ما بين رجليك اللي فوق واللي تحت تحط بقى مخدة كده. ولو انت المشكلة عندك في رجل واحدة هتخلي طبعا الرجل اللي هي فيها المشكلة هي اللي فوق، وزي ما قلنا كده تحط مخدة. ودوت كده هيكون كويس جدا جدا ان انت تعدله بالنسبة لركبتك. فدوت كده اول حاجة وهو وضع ركبتك او ازاي تنام بالنسبة لركبتك. تاني حاجة هنبتدي بقى نعمل تمارين بسيطة جدا هتعملها قبل ما تنام مباشرة، هتقلل جدا ان شاء الله من الألم اللي بتحس بيه بالليل في ركبتك. واول حاجة هنبتدي نعملها ان انت تستعين بزي قماشة كده او فوطة او حزام او اي حاجة نعمل بيها الاسترتشات. واول استرتش هنعمله هو ببساطة جدا ان انت بتجيب الفوطة ديت او القماشة وتحطها كده عند مشط رجليك، وتبتدي ان انت تفرد ركبتك على الاخر، وتبتدي ان انت تشد بقى كده مشط رجليك بالفوطة او بالقماشة ديت لحد ما تحس كده هنا ان في ستريتش. بتكون ركبتك مفرودة وبتشد كده لحد ما تحس ان في ستريتش عند السمانة. بتقعد بقى في الوضع دوت عادي جدا زي اي ستريتش لمدة 30 ثانية، وبعد كده تريح 30 ثانية، وبعد كده كمان مرتين، يعني 3 ادوار كل دور فيه 30 ثانية ستريتش. خلصنا بقى نيجي على الاسترتش اللي بعده، وهو ببساطة ان انت برضو بتحط القماشة دي كده عند مشط رجليك،
بس بتبتدي بقى ان انت تنام وتفرد ركبتك على الاخر، وتبتدي ان انت ترفع كده وتشد رجليك بالمقدار اللي يحسسك ان هنا كده في شد. يعني انت ركبتك مفروض اهو، تبتدي بقى ترفع رجليك واحده واحده لحد ما تحس كده ان في شد عندك كده في منطقه الخلفيه. حسيت ان في شد بسيط يحتمل، هتقعد عادي جدا عند الشد دوت زي اي تمرين استرتش لمده 30 ثانيه، وبعد كده تريح من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، وبعد كده تكرره كمان مرتين. اهو حاطط القماشه، فارد ركبتي، برفع لحد ما احس ان في استرتش، اقعد فيه 30 ثانيه، وهكذا 3 ادوار، كل دور زي ما قلنا فيه 30 ثانيه وما بينهم 30 ثانيه راحه. خلصت بقى التمرين دوت، نيجي على التمرين اللي بعده، وهو ببساطه جدا هبتدي ان انا اجيب فوطه، وهبتدي ان انا احط الفوطه ديت تحت ركبتي كده، وابتدي بكل بساطه جدا ان انا اشد ركبتي واضغط بالفوطه، يعني اشد مشط رجلي عليا واضغط كده بركبتي على الفوطه، واقعد في الوضع دوت وانا بعد 6 عدات، 1 2 3 4 5 6، اضغط اكتر حاجه اقدر عليها، وزي ما قلنا اعد 6 عدات، وبعد كده اريح 6 عدات، وبعد كده اضغط تاني واعد 6 عدات، وبعد كده اريح 6 عدات، وهكذا، واعمل الحكايه ديت لمده 20 مره. خلصت دوت بقى، نيجي على التمرين اللي بعده، وهو ببساطه جدا اني بكون نايم كده، وابتدي بكل بساطه فارد ركبتي اللي اعمل عليها التمرين، وركبتي الثانيه متنيه، وفارد ركبتي كويس، واخد مشط رجلي عليا، وابتدي ان انا ارفع كده وانزل تاني، ارفع لحد ركبتي الثانيه كده، وبعد كده انزل تاني، بعد كده ارفع وانزل تاني، وارفع وانزل تاني، واعمل الحكايه دي 12 عده، برفع ركبتي كده 12 عده. اركز بس ان يكون ركبتي مفروده، ما تكونش بقى بعمل كده، لا تكون ركبتي مفروده كويس جدا، وابتدي ارفع وانزل واعملها زي ما قلنا 12 عده، وبعد كده اريح 30 ثانيه، وبعد كده اكررها كمان مرتين، يعني 3 ادوار كل دور فيه 12 عده. خلصت ده بقى، اجي لاخر تمرين معانا، وهو اني بكون تاني ركبتي الاثنين كده، وابتدي ان انا او مشدد عضلات المقعده، واقوم رافع وسطي المقدار اللي يخلي فيه كده خط مستقيم ما بين ركبتي وما بين كتفي، واعد فوق عدتين، 1 2، وبعد كده اريح، وبعد كده اشد عضلات المقعده وارفع، واعد فوق عدتين، 1 2، وبعد كده اريح، وبعد كده اشد عضلات المقعده وارفع، واعد فوق عدتين، 1 2، وهكذا، واعمل الحكايه دي 3 ادوار، ودي كده تكون التمارين خلصت. نيجي بقى لاخر واهم حاجه معانا، وهو كمادات التلج. كمادات التلج مهمه جدا جدا، انها بتقلل من الورم اللي موجود حوالين ركبتك والالم اللي موجود حوالين ركبتك. فهتبتدي كده بعد ما تخلص التمارين البسيطه ديت، تقوم جايب كده كمادات تلج تحطها حوالين ركبتك، ولكن تلفها في قماشه او في فوطه او في اي حاجه عشان خاطر ما تسببلكش اي مشاكل، وتحطها حوالين ركبتك لمده ربع ساعه. هتفرق ان شاء الله معاك جدا جدا. وبكده نكون خلصنا التمارين والحاجات اللي هي ان شاء الله لما تعدلها هتساعد انها تقلل من الالم اللي بيجيلك بالليل في ركبتك واللي بيزيد عليك، فبالتالي بقى ان شاء الله تقدر تنام بصوره طبيعيه. وبس كده، ودوت كده كان فيديو النهارده بسيطه جدا، اللي ان شاء الله يساعدك زي ما قلنا ان انت تتخلص من الم ركبتك اللي بيزيد عليك بالليل. وطبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه، ما تنساش تعمل لايك، لانه بيساعد على نشر الفيديو ان هو يوصل لاكبر قدر من الناس هم كمان محتاجين ويستفادوا بيه. وهسيب لك لينك اكونت الانستجرام بتاعنا في صندوق الفيديو، ادخل اعمل فولو عليه، ولو عندك سؤال تقدر تبعته لي، برد على كتير جدا من اسئلتكم كل فتره. وبس كده، بتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله، مع السلامه.